كل حاجه جاهزه عندي، كل حاجه جاهزه. استعين بالاول زي ما قلت بالابتكارات بتاعتي، ان شاء الله هتقضي على السحر. انا عندي طريقه وعندي حاجات تانية مش هقدر اقولها قدام الناس. ايه ايه هو الراجل ده ريح يشتغل ويعمل العمل يعني ولا ايه؟ يعني هو في ايه يا عمنا؟ ده احنا ده انت كنت هنا امبارح، حضرتك كنت هنا امبارح وفجأة بقدرة قادر سلسلة اللا هزيمة للنادي الاهلي هوب في الكليتش. ليه كده يا اسيوطي؟ ليه كده يا اسيط تعكنن عليا يا اسيط؟ ربنا يعكنن عليك يا اسيط يا ابن القصايط. ليه يا اخي بتعكنن علينا يا اخي؟ ما قلنا هيبقى الدوري يعني رقم 8 بدون هزيمة يا جدع. ليه كده يا عم الحاج؟ هو انا يعني عشان اديتك 3 الدور الاول وخدت منك سوبر تقوم لافحني 3 الدور التاني؟ ايه يا عم الحاج؟ مش اسلوب كده يعني. يا اخي يعني هات وخد. ليه كده يا جدع؟ سيبنا عدي الدوري ده وبعد كده نبقى نشوف يعني. ايه يابا؟ يعني رقم قياسي يعني العم لجد كولر يعني ليه استكترتوا علينا يا عم اسيط؟ ليه يعني استكترتوا علينا يا عم اسيط؟ مش اسلوب ده والله يا جماعه. انا اللي مقهرني في الموضوع ده كله في الهزيمه بتاعت النهارده دي غير بس ان احنا خدناها يعني من الطموح. اسيط ابو القصايط هو اللي هزمنا. عارف لو اي فرقه تانية في الدوري كنت هقول لك عادي مش فارقه والله، انما الهزيمه تيجي من ابو القصايط القصيوطي. ليه بس؟ ليه؟ هو ده اللي مضايقني وحارق دمي بصراحه. هو ده اللي مضايقني وحارق دمي. وبعدين يعني بصراحه يعني يا جماعه النهارده ايه دي؟ هي دي لعيبه الاهلي؟ وايه يا عم كولر؟ انت غلطان برضه يا عم كولر. انت بصراحه يعني ما قريتش باتشيكو كويس. قلت بقى انت اديته على عينيه 3 واديته على عينيه في كاس السوبر وحفظته. النهارده يعني لا مؤاخذه اداك على عينيك. يعني النهارده باتشيكو كان محضر اكتر من يعني كولر. وطبعا النهارده يعني مش عايز اقولها والله ده هبل ده يعني يا جماعه. والله الحاج يعني الحاج مصطفى عيسى المبتكر، مصطفى عيسى اللي جابه لنا امبارح يعني مرتضى منصور. انت في ايه يا عم؟ انت ربطت عمل في رجل عبد المنعم خليته يجيب جول في نفسه؟ طب هو في ايه حضرتك؟ يعني في ايه بس؟ عايزين نفهم يعني يا جماعه. والجول التاني ده هو خالد عبد الفتاح والشناوي بيعملوا ايه؟ هم داخلين ياخدوا بعض بالاحضان يعني والراجل اما فندهم وجايب الجول؟ هو في ايه يا جماعه؟ يعني هو في ايه بجد؟ في ايه يعني؟ عايزين نفهم في ايه؟ ده حاجه بسيطه. في ايه؟ ليه ناخد احنا 3 يعني؟ ليه ناخد 3 ونكسر سلسله اللا هزيمه من الاسيوطي؟ ليه يعني؟ ليه؟ وبعدين هو ايه ضربة الجزاء دي يا جماعة؟ ها؟ ايه ضربة الجزاء دي؟ ها؟ ليه تيجي في لايم؟ فكر كأنك مرتضى منصور وفكر كأنك بقى زملكاوي. ها؟ ليه تيجي في لايم؟ ها؟ عفاريت دي ولا مش عفاريت يا عم؟ يعني عم مرتضى. ها؟ 3 وكرة في القايم، وحتى لما رجعت للشحات وحطها قال لك اوفسايد. ها؟ عفاريت دي ولا مش لحقت تتحضر انت بقى العفاريت يعني يا عم مرتضى؟ لحقت تتحضر العفاريت؟ والله يا جماعه بجد يعني احنا لو هنتكلم النهارده كوره، النهارده لعيبه الاهلي رجلها مش شايلاها. صحيح الكولر عمال يدور في اللعيبه يدور في اللعيبه لحد ما اللعيبه عطلت. اللعيبه يعني يا جماعه والله اللعيبه كتر خيرها، اللعيبه كتر خيرها. موسم طويل اطول من ايام الفقر مش عايز يخلص. واخد 5 بطولات. انت بتتكلم 5 بطولات. كولر 5 من 5 يا جماعه. يعني 5 من 5. عايز ايه تاني؟ بطولة افريقيا ودوري و2 سوبر وكاس مصر. يعني عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ يعني اللعيبه خلاص رجلها مش قادره. خلي بالك الانجاز اللي عمله كولر ده في اقل من سنه. ها؟ اقل من سنه. وكولر عمال يدور في اللعيبه يدور في اللعيبه لحد يعني ما اللعيبه عطلت. تمام. اللعيبه محتاجه تريح. وفعلا كولر بعد الماتش يا جماعه النهارده طلع وقال اللعيبه محتاجه تريح. لازم اتحاد الكوره يشوف حل في الموضوع ده. ده خلي بالك ان الدوري اصلا الجديد هيبتدي، وكمان اصلا قرعه دوري ابطال افريقيا يوم الثلاث اللي جاي. ايه يا جماعه؟ ايه اللعيبه دي يعني لازم تريح برضو شويه. اللعيبه دي لازم تريح شويه كده وتاخد اجازه عشان ترجع فريش يعني. ها؟ ولا كله ضرب يعني مفيش شتيمه يعني؟ ها؟ ولا يعني مش كفايه يعني ان انتوا يعني لا مؤاخذه يعني خلصتوا على سلسله اللا هزيمه وكنا بنقول الدوري الثامن وما بقاش في دوري ثامن ولا حاجه؟
تمام. بس والله يا جماعه خليني اقول لك اوعى اي حاجه من دي يعني تعكنن عليك، ولا يعني تعكنن على صفو فرحتك. انت واخد 5 بطولات السنه دي، انت 5 من 5، وده ماتش في الاول وفي الاخر لا راح ولا جه، ولا في افاده ليك ولا في افاده لبيراميدز. وسيبك طبعا من الفرحه المبالغ فيها من بيراميدز، هي فرحه بيراميدز المبالغ فيها دي ناتجه عن ايه؟ ناتجه انه كسب النادي الاهلي ولقن النادي اول هزيمه محليا في الدوري. النادي الاهلي ما اتغلبش من ساعه الهزيمه بتاعت سان داونز، ما عملهاش غير النهارده بس بيراميدز، ما عملهاش غير بيراميدز. والله اعلم عفاريت مرتضى منصور ليها يد في الموضوع يعني ولا لا يعني يا جماعه. فانت يا باشا ما تعكننش على نفسك ولا تضايق نفسك خالص. احنا بص صباح الفل، اوعى تتضايق، احنا بنهزر والله العظيم، اوعى تتضايق. ها خلي بالك ده ماتش يا باشا وعدى وفكك، واللعيبه بتريح، والماتش الجاي مع المصري برضه فكك ولا يشغل بالك خالص. انت واخد 5 بطولات، انت منيم فرق الدوري كلها من فرق الدوري، انت منيم فرق افريقيا كلها من المغرب. فاوعى حد يا باشا يشغلك، واوعى حد اصلا يعني يعكر صفو فرحتك يا برنس. انسى يا باشا، انت الاهلي وارفع راسك فوق يا جبير. ويعني بص اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون، وفكك من اللي حصل النهارده ده، واللي جاي احسن ان شاء الله. وكولر يتعلم من اخطائه، ولازم يبقى فيه هزيمه علشان يبقى فيه فوز واثنين وثلاثه واربعه. فاوعى تتضايق يا غالي، ها اوعى تتضايق. الاهلي معلم عليهم كلهم.